الاقي الخبر ده في وشي كده: راحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا الثلاثاء المقبل. قلت ليه يعني؟ بيقول لي ليه بقى؟ للحفاظ عليه بسبب لعب المباراة على النجيل الصناعي. فأول حاجة فكرت فيها، بص هو الفيديو ده أنا هتشتم بسببه كتير جدا، تمام؟ فالفيديو دوت ممنوع الفرجة عليه للناس اللي هم الدراويش بتوع محمد صلاح ده، بس إيه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده. طيب أنا أول حاجة فكرت فيها بعد ما أنا قريت الخبر ده، أولا اتأكدت إن أنا بفكر فيه صح واللي ما رضيتش أقوله امبارح، تمام؟ ثانيا فكرت فيها برضو الحاجه اللي انا فكرت فيها الحاجه التانية. هو طب بقيه اللعيبه دول يعني ولاد الغساله؟ مش فاهم. هو ده منتخب مصر ولا منتخب محمد صلاح؟ هو دلوقتي الاول كنا بنقول ايه؟ باص صلاح، دلوقتي احنا بنقول ايه؟ منتخب صلاح. لا لا. وبعدين امبارح انا يا جماعه قلت لكم امبارح، اقسم بالله ما كنت راضي اطلع اتكلم عشان انا هتقابل بشتايم ما يعلم بها ربنا. قلت اطلع اقول الارقام بتاعه المنتخب وما اتكلمش في اي حاجه. لا لا بجد، امبارح محمد صلاح طالع في تغييرات من يعني ده هو اولا محمد صلاح من يوم ما اشتغل، من يوم ما لعب في المنتخب ما بيتغيرش، تمام؟ الراجل بيطلع بيتغير التغيير بتاعه في ميعاد في الدقيقه 2 في الدقيقه 92. فعادي اللي هو عادي يعني، ده طبعا الحكم هيصفر اصلا. لقيت حسام حسن بيحضنه كده ويوشوشه، اللي هو قشطه يعني ما تقولش اي حاجه عشان انا برضو النجم محمد صلاح، انا عميد محمد صلاح، انا عميد قصدي حسام حسن. نهار اسود، ايه يا جماعه في ايه؟ لا مش الدرجات دي، لا مش درجات بجد. لا انا عايز اقول معلومه يا جدعان، احنا من 2008، من 2008 ل 2000، من 2006 ل 2010 التاريخ اللي اتعمل لمنتخب مصر، بلاش كمان من 2008 ل 2010، التاريخ اللي اتعمل لمنتخب مصر مش هقول عن طريق لعيبه الاهلي بس، لا انا هقول لك عن طريق لعيبه الاهلي والزمالك والاسماعيلي المحليين فقط. انا ما استفدتش باي حاجه غير باي لعيب من كام محترف. خلاص كده، دي نقطه. النقطه الثانيه، انا ساعات بحس احساس ممكن انتوا وعندكم الحق اللي انتوا تنتقدوني فيه، بحس باحساس ان اللعيب المحترف اللي عندي من يوم ما انا وعيت على تشجيع منتخب مصر بقالي 30 سنه والنادي الاهلي، تمام؟ بحس ان اللعيب المحترف اللي عندي بيبقى مستنسخ عن اللعيب اللي انا بشوفه في بين سبورت. بحس ان اللعيب اللي انا بشوفه عندي في اون سبورت والقنوات اللي عندي، قناه تانية لما كنت بتفرج على قناه تانية، الناس القديمه هتفتكر انا بقول ايه، تمام؟ مختلف عن اللعيب اللي انا بتفرج عليه في بين سبورت. لعيب تاني خالص. مرموش يا جدعان فشخ دفاع بايرن ميونخ، جه عندنا ما عملش اي حاجه. محمد صلاح فشخ الواقع هناك، بيجي عندنا ما فيش اي حاجه. يا اخي بس محمد صلاح عمل، انا ما قلتش ما عملش، بس بحس ان لا لا بيخاف على رجلهم يا جدعان بجد، دي حقيقه يعني، بيخاف على رجلهم، ده دي حقيقه بجد. انا ادعم اللعيبه المحليه اللي بيطلع عين ابوها هنا، بيجي يلعبوا في المنتخب يلعبوا برجوله. شفت مروان عطيه امبارح عمل ايه؟ لما مؤاخذه في الكلمه، انا مش عايز اقول كلام برضه حد يزعل مني، زيزو يا جدعان امبارح على فكره كان يعني كان حلو مش وحش، تمام؟ لو خدتوا بالكم من تغييره، الراجل طلع متضايق لان هو شايف ان في حد احسن منه، بس هو عشان خاطر محترف فمش هيطلع. لا احساس زيزو، انا اهلاوي اهو، بس لا هو زيزو عنده حق، زيزو عنده حق. التفاصيل البسيطه دي ما حدش بياخد باله منها، التفاصيل البسيطه دي ما حدش بياخد باله منها قوي. انا ما اتعصبتش ولا شجعت منتخب ولا بحرقه ولا بكل روحي ودمي لما بلاقي اللعيبه بتموت نفسها في الملعب. فالطبيعي ان انا اعمل كده، لكن الاقي هوبا تكه فكه مش عارف ايه، الدنيا بسيطه اوعى اوعى هتوقعني، هتعمل لي فيها رجليا هتتصاب، ايه يا عم في ايه يا عم؟ ده كره قدم، مش بحط مانيكير انا ولا باتيكير. ايه الخبر المستفز ده يا جدعان؟ الخبر بياكد ان كلامي صح. وبعدين كابتن حسام حسن هو اللي واخد القرار ده، هو مش سنتين كان ولا من سنه كان معترض ان محمد صلاح لما جاله اصابه ساب منتخب مصر في بطوله افريقيا وسافر راح ليفربول. هو انت يا كابتن حسام حسن مش كنت معترض على الموضوع ده؟ ليه دلوقتي غيرت رايك؟ الموضوع ده تقيل، وانا لو انتوا بتحسوا ان منتخب مصر ليه ما فيش جمهور بيشجع منتخب مصر، هقول لك عشان كذا سبب. اول سبب ان حضرتك قبل ما منتخب مصر بيلعب باسبوع الاعلام كله كان مركز على القندوسي وعلى مشاكل الاهلي، عشان بس نكون واضحين. خلاص كده، وهفضل اقول كده كل فيديو.
السبب التاني حضرتك ان انا اروح اشجع واموت في نفسي واموت نفسي على المدرج كده لما الاقي لعيبه بتموت نفسها على الملعب. لا احنا جايبين لعيبه محترفين بسم الله ما شاء الله عليهم هناك، وانا ادعمهم بيجيبوا ارقام زي الفل، والدنيا محمد صلاح وتريزيجيه ده انا اسف الكلام ده كله باستثناء تريزيجيه عشان بس يكون ايه الحمد لله انا افتكرت كل ده باستثناء تريزيجيه. مولعين الدنيا ويجي هنا لا نسخه تانية خالص. لا لا اشجع مين؟ فين الحرقه بقى اللي جواها؟ فين الدافع؟ راح اشجع مين بقى؟ راح اشجع واحد خايف على رجله؟ يا جماعه انا في كلمه اسلام مهدي قالها، الراجل ده انا بتابعه من يوم ما قلت يا سوشيال ميديا على الفيس. المنتخب مصر جيش فعلا، اسلام مهدي قال الكلمه دي، منتخب مصر جيش. انت تروح تموت نفسك على النجيله. اتمنى ان صوتنا يوصل، اتمنى ان صوتنا يوصل. 6 دقايق في خبر مستفز. انا كنت بعد ما بطلع اقول اخبار الكوره بس لا الموضوع ده ما سكتش عليه. اراك ضاحكا.